وقيله دابا شي شهر عمرني ما دويت معكم بحال هكا بصوت وصوره، لدرجه نسيت كيفاش غنهضر اولا جاتني غريب. كلكم بخير وعلى خير. عرفتوا ما تخيلوش معايا شحال من مره عاودت هذا الفيديو. وقيله دابا شي شهر عمرني ما دويت معكم بحال هكا بصوت وصوره، لدرجه نسيت كيفاش غنهضر اولا جاتني غريبه. جيت اول حاجه باش نطلب منكم السماحه. اسمحوا لي بزاف انا كنطلب منكم السماحه. علاش؟ حيت انا كنشوف بلي هشام فعلا بحال الاخ ديالكم. بكيتوا معاه، ضحكتوا معاه، حزنتوا معاه، دعيتوا ليه بزاف، خفتوا عليه. كتفرحوا ليه فاش كتنجح ليه شي حاجه، فاش كيولي شويه بخير، فاش كيتشافى، كتحزنوا معاه فاش كيمرض. يعني جيت هكا ما بين الليله والنهار ما بقيت كنعطيكم حتى شي اخبار عليه، وكنحاول انني نشرح لكم في ستوريات انستغرام، ولو نكتب بحال هكا شي حاجه اللي نقدر نلخص بها داكشي مناش كندوزو. واخا حتى شي حاجه ما غتوصف داكشي مناش دزنا، اولا بالاحرى مناش دزت. حيت هشام ما كانش مستوعب. اللي خلاني نغبر عليكم انه حالة هشام كانت خطيره بزاف. كانوا دائما تيقولوا لي صافي راه ما بقى عندنا ما نديرو، راه غيموت، جلسي توادعي معاه. كنت كنسمعها يوميا. داكشي علاش بغيتكم تعذروني. الظروف فاش كنمروا دابا ماشي هي اللي كانت في المغرب. حيت كلكم تتقولوا لي راه صافي قضيتي الغرض، ياك في المغرب كان هشام مريض ومع ذلك كنتي كديري فيديوهات، علاش دابا وليتي كتغبري؟ والله البنات هنا ماشي بحال المغرب. والله هشام تزاد عليه الحال بزاف، ولكن والطبا تيقولوا لي بلي راه هشام تيموت خاصني نتوادع معاه. هنا في الداخل ديالي ما عندي حتى شي حال، ما عندي حتى احساس بلي هشام راه كيموت. ولو هما التحاليل وكل شيء تيقولوا لهم بلي ما بقاش امل، انا كنشوف بلي هشام باقا الحياه قدامنا انا وهشام. باقي بزاف ما نديرو انا وهشام، يعني عندنا بزاف بالاحلام. وكنقول ما يمكنش داكشي كامل باش دزنا باش يجي ياخذ العلاج ديالو، بحكم انه ما بقاش عنده علاج في المغرب. داكشي كامل باش دزنا نجي لهنا ويقولوا لي راه غيموت. عرفتوا اللي خلاني ما نبانش؟ اللي خلاني ما نديرش لكم فيديو شحال هذا هو انني كنت اقسم ما حطيت التليفون قدامي باش ندوي معاكم. كتشدي واحد الهستيريه ديال البكا ما كنتش كنتحمل. كنت نقول لا راه حبابكم وصحابكم وخوتك هذوك خديجه خصك تعلميهم. ما وقع حتى حاجه ليا. جا الصباح جاو الطبا بزاف، جاو تقريبا شي 5 طبات حتى 6 طبا، داروا تحاليل هشام، شافوا باقي كيكابر ولكن ما كيبدلوش هضرته. يعني بالنسبه لهم هشام في مرحله الخطر انا تنقول لهم غير هكا، حيت لكم دينكم ولي دين. الدين ديالنا الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قدام العلم ديالهم هما اولا الطب اللي قراو، الطب ديالهم اولا العلم ديالهم محدود. قدرة الله عز وجل فوق من كل شيء. انا كنشوف اللي هشام باقي عمره طويل، خصوصا انه هشام كيكابر وتيكافح ومتمسك بالحياه. قلتها للطبا اقسم ما تيبغوا يقولوا لي ديك الكلمه ديال صافي راه ما بقى عندنا ما نديرو، وما كنعرفش كيفاش نتواصل معاهم. كما قلت لكم لكم دينكم ولي دين. كنقول لهم واش كتشوفوا هشام باللي متمسك بالحياه هكا؟ وكنترجم لهم في جوجل لينا ما كان حدايا حتى واحد، والاغلبيه الحمد لله معايا واحد المرافق. الله ينصر سيدنا جلاله الملك محمد السادس. كل الحب والاحترام والتقدير ليك ملكنا الحبيب اللي من بعد الله سبحانه وتعالى ما كنتش عارفه شنو غنقدر ندير. والله ربي كبير الحمد لله. صافي قلت لكم الاغلبيه كيكون حدايا مترجم اولا كنترجم لهم في جوجل. قلت لهم واش كتشوفوا بلي هشام كيكافح؟ كتشوفوا بلي هشام صابور؟ كيقولوا لي زعما وهذا الشيء ما بين الحوايج اللي خلاونا اننا نحاولوا معاه بالرغم من ان المحاولات صافي وقفوا. صافي كنطلبوا كنقول لهم غير حاولوا، هشام ما غتوقع فيه حتى حاجه. وداكشي الحمد لله هشام باقي في الحياه. هشام ما مات. الناس اللي كيكتبوا، الناس والصفحات اللي كيخرجوا بلي هشام مات راه حشومه.
راه عيب عليكم والله، اقسم بالله الا عيب عليكم. حبابنا وصحابنا وعائلتنا وخوتنا ما تيقوا حتى شي باج، حتى شي باج ما تيقوا حتى شي واحد كيخرج وكيقول لكم بلي هشام مات. راه الموت عمرها ما جات بالمرض، ماشي حيت هشام مريض بالسرطان او لا طبا كيقولوا راه عنده السرطان في المراحل الاخيره راه صافي غادي يموت. راه ممكن الاجل يسالي ليا انا اللي ما بيت حتى شي حاجه، ممكن غير هذا الرواح يقتلني، ممكن غير هذا الرواح صافي يسالي الاجل. داكشي راه بيد الله سبحانه وتعالى، راه الاعمار بيد الله، الموت عمرها ما جات بالمرض. وهشام الحمد لله حي يرزق. هشام اللهم لك الحمد باقي في الحياه وباقي كيصارع وباقي مشبت بالحياه بكلمه واحده. هشام انت بخير باذن الله، غادي نولي بخير، ما كتفارقوش. هشام واش انت لاباس؟ خديجه اشنو خاصنا نصلي الظهر هذا ولا العصر؟ حيت مسكين ما كيعرفش واش الصباح ولا النهار، يعني ما كيعرفش زعما الوقت. صافي كنقول ليه راه المهم كنقول ليه الصلاه اللي خاصو يصليها وهو كيدير بحال هكا، كيبدا يصلي وكيتنساو عليه الايات، تيدير ليا بعينيه زعما عاونيني. صافي كنكملو كنعاونو في الصلاه ديالو. دابا الحمد لله شيئا ما بدات الحاله ديالو كتستقر، وانا كل امل في الله عز وجل ما ديروش ليا العيب، حيت كاينين بزاف ديال الناس دابا غيكتبوا كومونتيرات خديجه خاصك تقبلي خاصك ديري. عافاكم الا غير تيقوا في الله عز وجل وتيقوا في الاحساس ديالي ان هشام غادي يولي بخير. ماشي حيت كنبغيه انا متمسكه فيه لهاد الدرجه هادي، وانما الاحساس اللي عندي في قلبي تيقول لي بلي هشام غادي يولي بخير. صافي غير تيقوا فيا وما ديروش ليا العيب، ما تكتبوا حتى شي كومونتير اللي نقدر نقراه ويدير ليا في خاطري ولا حيت ما بقاتش عندي ديك الخاطر اللي كانت عندي من قبل. يعني بلا ما تكتبوا شي حاجه اللي ما هياش. صافي الله يرحم بكم الوالدين، والناس اللي كيكتبوا بلي هشام مات الله يجازيكم بالخير، نعلو الشيطان. والناس اللي كيصيفطوا ميساجات الدعوات، المغاربه اللي تتلاقانا في فرنسا، عرفتوا فاش كيعلقني فاش كتعلقني شي مغربيه ولا فاش كنشوف شي راجل مغربي معقل وتيقول لي اختي خديجه واش هي بخير، كترجع فيا الروح. الناس اللي كيقولوا لي بلكي منافقه ياك درتي المستحيل باش تمشي لفرنسا، هادي مشيتي ليها وتتقولي غترجعي لبلادك. بلادي ما كاينش بحالها، ممكن تكون الغمه اللي كاينه على قلبي حيت ما كنسمعوش الاذان، ما كاينينش الجوامع، ممكن ما كايناش ميمتي، ما كاينش با، ما كاينينش خوتي، ممكن حيت بعد الله سبحانه وتعالى ساندني في الحياه اللي هو راجلي كنشوفو بحال هكاك في هذيك الحاله. ممكن هادشي اللي خلاني نكون ضعيفه لهاد الدرجه هادي. داكشي علاش حتى واحد ما يجرح الاخر، وعلاش ما بغيتش نطلع عليكم. هذا هو السبب اللي ما خلانيش انني نطلع عليكم واللي ما خلانيش انني ندير فيديو، حيت نفسيتي ما كتسمحش ليا. طلعوا لي في راسكم بزاف، وما تنساوش هشام وجميع مرضى المسلمين من دعواتكم. هشام الحبيب ديالي لو وليتي بخير، انا عارفه بلي دابا ما كيشوفش الفيديوهات ما والو، انا عارفه بلي غتولي بخير وغتشوف هذا الفيديو. انا كنت ثقه فيك انك غادي تولي مزيان، انا كنت عارفه انك غادي تولي بخير بقدره الله عز وجل. واخر كلمه لجلاله الملك محمد السادس الحبيب ديالنا، كل الحب والاحترام والتقدير اللي كانت التضحيات الكبار اللي كدير معنا حتى انت ما استسلمت. السلام عليكم. السلام عليكم. توحشتكم بزاف والله الا توحشتكم. اول حاجه بعدا سمحوا لي بزاف بزاف على هاد الغيبه هادي. شحال دابا ما درت معكم شي ستوري بحال هكا بوجهي اللي ما بقى فيه ما يتشاف وبصوتي. شكرا بزاف على الرسائل ديالكم، على دعواتكم مع هشام.
رسائلكم والاسئله ديالكم على هشام اللي ما كتنقطعش سبحان الله العظيم بشكل يومي. انا صورت واحد الفيديو دابا عاودت لكم فيه شنو السبب اللي خلاني انا وهشام نغدروا. باش هكا دوك الصحافات اللي كيبقاو يكتبوا بلي راه هشام مات ينهلوا الشيطان. السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد واخبار جديده. اليوتيوبرز المغربيه خديجه والزوج ديالها هشام الله يشافيه اللي خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام على الحساب ديالها، اللي اول مره كتخرج وكتقول للناس اللي كيقولوا ان هشام توفى، فكترد عليهم. فخليوا لي خوتي تعليقاتكم بخصوص الموضوع.